واش عمرك حسيتي براسك قوية قدام الناس، ولكن من الداخل مكسورة وكتحاولي غير تباني بخير؟ مرحبا بكم في قناة كلمة لقلبك. حنا مرات كنكونوا واقفين ولكن في الحقيقة راحنا تعبانين، كنضحكوا كنهضروا وكنعيشوا يومنا عادي قدام الناس، ولكن بيننا وبين راسنا كاين واحد الصمت اللي ما كيفهمو حتى شي واحد. حنا ماشي ديما ضعاف، ولكن كاينين لحظات اللي كتكون ثقيله بزاف، لحظات اللي كنحسو فيها بالوحده حتى وحنا وسط الناس. حنا تعلمنا نقولو بخير حتى الا ماشي بخير، تعلمنا نخبعو الالم ديالنا حيت ما بغيناش نكونو تقال على حتى شي واحد. ولكن شكون قال باللي خاصنا نبقاو هكذا؟ علاش حنا ديما كنحاولوا نكونوا ماشي نقولوا كنحاولوا نكونوا اقوياء قدام الناس وكنساو نكونوا حقيقيين مع راسنا؟ حنا ما خاصناش ديما نكونوا كاملين، ما خاصناش ديما نبانو فرحانين، نحيت حتى التعب راه احساس، وحتى الدموع راه راحه. راه عادي نقولوا انا تعبان، راه عادي نوقفوا شويه، وراه عادي نحتاجو شي واحد يسمع لينا بلا ما يحكم علينا. حنا بشر وعندنا طاقه محدوده بزاف، ولكن المشكل هو ان حنا كنضغطوا على راسنا بزاف، كنطلبوا من نفسنا نتحملوا اكثر من طاقتنا، نصبروا اكثر من اللازم، نسكتوا اكثر من اللي خاص. وفاش كيجي داك النهار اللي كنطيحوا فيه كنستغربوا وكنقولوا علاش حنا هكذا؟ ولكن في الحقيقة ماشي حنا اللي غالطين، الحقيقة هي اننا طولنا بزاف على راسنا في التحمل الزائد، وهذا الشيء كيعني اننا طولنا في السكات على اللي كيضرنا، طولنا في الصبر على وضعيات ماشي صحية، طولنا في اعطاء الفرص للناس اللي ما كيستاهلوش، طولنا في الضغط على نفسنا باش نكونوا ديما قويين، وطولنا في تجاهل التعب والمشاعر ديالنا. حنا خاصنا نسولو نفسنا، واش حنا بخير بصح ولا غير كنقنعو راسنا بهاد الفكرة؟ يمكن الوقت جا باش نعطيو راسنا واحد الراحة، واحد النفس، واحد الفرصة باش نرجعو نوقفو بشوية بشوية. وماشي ضروري نصلحو كل شي في نهار واحد، ماشي ضروري نكونو مثاليين، يكفي غير نكونو صادقين مع راسنا، ويكفي غير نبداو خطوة صغيرة. وفي الأخير حنا ماشي خاصنا نكونو أقوياء ديما، ولكن خاصنا نكونو صادقين مع راسنا، وهكذا غادي نكملو مع بعض رحلتنا باش نخليو قلوبنا حية. وما تنساوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا لايك للفيديو باش يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي محتاجين يسمعوا هذا الكلام، وخليوا لي تعليق مزيون بحالكم، قولوا لي الرأي ديالكم في هذا الموضوع، نحيت الرأي ديالكم كيعني لي بزاف، وكنقرا جميع التعاليق ديالكم بكل حب. نتلاقاو في فيديو جديد نهار الحد ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم، وفي رعاية الله تعالى وحفظه.